وربنا يعود عليكم بخير انتوا واولادكم والامه الاسلاميه كلها. الروتين بتاعي يا حبايبي النهارده بعمل محشي. عملنا محشي كرنب اهو. كل سنه وانتم طيبين وبالف صحه. بعمل كرنب اهو. عملنا حله كرنب اهي وحله فلفل على بدنجان وبعمل ورق عنب اهو وحله ورق عنب. اتفضلوا معانا يا رب يعجبكم عمايلنا. اهوت بعمل الورق العنب اهو. جايبين ورق عنب وحش صغير لسه ما حلوش. الكيلو ب 110. جبنا نص ب 55 جنيه. مش حلوه ابدا بس هنعمل ايه؟ قلنا من نفسنا وخلاص طبعا مع الحاجات ده اهي. قلت اجيب. والله اولادي بيقولوا ما تجيبيش يا ماما. مش عشان اللي يعني ب 55 غالي نص كيلو. الكيلو ب 110 بس قالوا لا عشان هيتعبك. بنت قالت يا ماما ده ورقه صغير ومقطع مش بمسكه بالعافيه. شوف الورق عامل ازاي. دي حلوه دي. في منه ورق مقطع اهو. يا رب يعودها عليكم بخير يا حبايبي. اهو شوف بحشي الورق العنب واسوي حله البدنجان والفلفل كمان حبه وندي للعيال الصغيره منها ونغطي على الباقي بقى. مش راضيين يستحملوا على ما نسوي للمغرب. عمال يقولوا لها يا عمتي هاتلنا محشي. هي كانت عايزه تسوي ده اهي. عمال اخر فيها انا عشان يبقى دافي حتى على الفطار. ونحط والورق العنب اهو لسه على ما الحله تتملي فيها نص ساعه. اهو يا حبايبي شو مقطوعه ازاي؟ الاسم ورق عنب في الاول معرفش ده بتاع الورق العنب الاحمر ولا هو اللي احنا بنجيبه البنات ولا ايه. متقطع ومخرم ومش حلو ابدا. بس يلا كل سنه وانتم طيبين. بركه السنه. الناس الدينيه بقى ساعات ايه تقول نفسنا فيه. الدينيه اللي انا اللي حاولت وقلت لبنتي يلا يا عزه هاتي ورق عنب. تقول لي يا ماما ما رضيتش تجيب. خليت بتاع التوك توك يقربني. يا راجل بتاعت ورق العنب وانا قاعده في التوك توك. كنت رحت كشفت امبارح الف يعني ربنا يشفيني. حسيت ان جسمي كله وارم وتعبان. معرفش خدت حاجه غلط ولا ايه ولا اكلت اعشاب غلط بسبب انا عايز اخس. فعمال اخد اي حاجه. مره ليمون ويكون الكبد تعبني مثلا وباخد ليمون. لقيت نفسي وارمه امبارح. كنت مش عارفه احط رجلي على الارض حتى وانا رايح الحمام ما انا عارفه امشي. فالمهم رحت الاجزخانه وكان في هناك دكتور واقف. قلت له على حالتي بقى وقلت له. قال لي طيب خد حاجه للعظم. فانا قلت له انا بشوف على النت بيقولوا مانيفوره. هو المانيفوره دي ولا ايه كده. قال لي ماشي هتاخدها كل 3 ايام حقن. فالبنت اللي واقفه فتحت وادتني حقنه وخلاص. جيت اجي انام مش عارفه انام. كل جسمي زغزغ فيها زي يكون ابر كده. وازعق للعيال واقول لهم اطلعوا بعيد عني. مش طايقه صوت ولا طايقه البطانيه اللي عليا. هعمل ايه بقى؟ ربنا يشفي كل مريض. كله بسبب البرد. انا ما بطيقش احط حاجه على جتتي عشان عظمي وبعمل ريجيم. فحاسه ان انا بقى بتعب من اقل حاجه. جايبه كل الاعشاب اللي في الدنيا. فيمكن هي دي بتضرني. مره اعمل كده بس ما باخدش دلوقتي حاجه. النهارده طبعا انا صايم وما خدتش حاجه. خدت امبارح بس بتاع ده ليمون. بقالي يومين اخد ليمون بس قبل الاكل. اهو يا حبايبي ايه. دي ورقه اكبر ورقه لقيتها في الورق.
شوفوا دي مقطوعه ازاي. ادي اللي بيزعل الواحد من الورق ده حتى في عز ورق العنب تلاقوني يا حبايبي ايه اتضايق بقى وراح قايله ما عادش حد يجيب ورق عنب. ما انا هتعب بقى وعينها هتطلع واقول لهم يلا اي لقمه لو خضار ولحمه حلو، اي حاجه حلوه غير اللي بيتعمل صبع ده. بس يلا والعيال ولادنا بيبقى نفسهم في الحاجه دي زي الناس. اول يوم نراضيهم بقى وبعد كده ناكلهم اي حاجه بقى. الحمد لله. لقيت ايه؟ وقعت ابنك بره؟ لا حاسه هي اللي وقعته. طيب هو شوف يا حبايبي عندنا احنا هنا في بلدنا بيوقفوا صوابع الورق العنب كده. فكيت صابع عامله شاطره وفكيت صابع. بنقول له خطوه لقدام. ولو حد عارف يا حبايبي يقول لي. امبارح لقيت نور بيجي عليا كده وانا في الفيديوهات القديمه على الصور على الفيديو، بقول يكونوا هيصعدوني بقى ولا ايه؟ لسه زي بقالي 3 سنين اهو ربنا يسهل. لو يفرحونا على رمضان ده اهو. شوف حتى الطرنب في الاخر بدأ يعزل. شوفوا عمل ايه؟ الصوابع تلاقي الورقه طرفها اسود. والبدنجان ده اهو يا حبايبي ب 30 جنيه. ده لو انا اللي بشتري كنت اشتريته قبل. بنت اللي اشتريته ب 30 جنيه الكيلو. والفلفل بكام؟ نص ب 15. والفلفل ب 30. يعني احنا هنموت لازم ناكل الحاجات ده اهي. فكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. اسيبكم بقى نبقى نوريهم بقى لنا 5 دقايق. ده الناس بيصوروا بالساعه بس اكتر. طيب مع الف سلامه يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين ويا رب يسعدكم ويحقق امالكم انتم واولادنا يا رب ويديكم الصحه. وسلموا لي على نفسكم واشتركوا لي عشان الفيديو يعلى بقى شويه. مع الف سلامه يا حبايبي. مع السلامه. اهو يا حبايبي ورق عنب وبدنجان وفلفل. كل سنه وانتم طيبين. والبتاع ده اهو بدنجان وفلفل وورق عنب وكروم. بص للكاميرا اهي يا حبايبي. اتفضلوا معانا. كل سنه وانتم طيبين. انا شايلها لكم على راسي كمان. شايلها لكم على راسي. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي.